اصول ديال الجيش المغربي، العسكر المغربي مناش كان تيتكون، شنو هما الفئات ديالو، واش قبلي واش جيش منظم، كيفاش تعاملوا السعديين مع الجيش المغربي، العلويين كذلك، كيفاش في عهد الحمايه غادي تحول هذا الجيش هذا. اذا كلشي هادشي غادي نشوفوا في هذا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك للفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال الناس، وحتى نتوما باش تدعموني باش نزيد نبحث في هذا الموضوع هذا ديال التاريخ المغربي والتاريخ ديال المملكه الشريفه المغربيه. ولا عندكم شي تعليقات او اضافات او تساؤلات يمكن لكم تطرحوهم عليا في التعليقات، وكملوا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم ومرحبا بكم مع القناه ديالكم المنهل للتاريخ والثقافه. اليوم ان شاء الله غادي نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم في التاريخ ديال المغرب او التاريخ ديال هذه المملكه الشريفه او الامبراطوريه المغربيه اللي هو اصول ديال الجيش المغربي. يعني كيفاش منين كان تيجيبوا هاد السلاطين والملوك اللي حكموا المغرب على مر العصور، منين كيجيبوا العسكر ديالهم او الجيوش ديالهم. اذا كما كيعرف الجميع فمبنى الملك اي ملك فهو كيتبنى على شيئين اساسيين هما الاول هو الشوكه والعصبيه، وكيتقصد بهم هنايا الجند او الجيش، ثم المال. هذا المال هذا اللي هو به يمكن لك تصرف على هذا الجيش هذا وتقومه، يعني تجيب ليه السلاح ديالو واللباس ديالو كلشي داكشي اللي كيخصو. اذا على مر قرون شكلات الخليه القبليه بالعصبيه ديالها العنصر الاساسي في السلالات الامازيغيه اللي حكمت المغرب. اذا كانت ديما القبليه كتلعب واحد الدور كبير في الحكم ديال المغرب، ولكن في عهد ديال السلطان السعدي احمد المنصور الذهبي فقطع مع هذا الشيء هذا ديال الماضي، وبدا او فكر باش يشكل واحد الجيش سلطاني ما فيهش المغاربه. اذا وكان مشكل كامل من الاجانب، وهذه الفكره هذه فاستلهمها السلطان السعدي المنصور الذهبي من النموذج التركي، وبالضبط الانكشاريه اللي كان معجب بها فاش كان منفي هو والشقيق ديالو عبد الملك في المدينه ديال اسطنبول التركيه. اذا حنا كنعرفوا داك الصراع اللي كان بينهم وبين او احمد المتوكل قبل ما توقع ديك المعركه ديال وادي المخازن. اذا فكانوا هاد المنصور الذهبي والشقيق ديالو عبد الملك فكانوا منفيين في تركيا، وهنايا السلطان احمد المنصور الذهبي فكما قلت لكم فكان قد اعجب بالجيش ديال الجيش الانكشاري ديال العثمانيين. وفاش تولى الحكم فكما قلنا فشكل الجيش ديالو من العناصر الاجنبيه، وكانت تتكون من فرقتين. الاولى كانت تتكون من الموريسكيين، يعني دوك الناس اللي رجعوا من الاندلس تحت القياده ديال الباشا جودر، وهو اللي كان قاد الحمله المغربيه على السودان كما هو مذكور في الكتب ديال التاريخ. بينما الفرقه الثانيه فهي تشكلت من العلوج، ومع هذه الفرقتين هذا كان احمد المنصور او حافظ على واحد الجزء صغير او مجموعه صغيره من الجيش ديال القبائل، ومشكل اساسا من قبائل ديال سوس وشراكه. اذا لقى لنا كما كنعرفوا حنا السعديين في الاصل ديالهم تقريبا من الجنوب ديال سوس او من سوس الجنوبي، فاعتمد في الجيش ديالو اللي هو قبائل واحد الفئه صغيره من القبائل ديال سوس. وبالاضافه لهذا الشيء حافظ على حرس مقرب ليه من الصبيحيه. كانوا تيشكلوا هما اللي كانوا كيشكلوا الحرس المقرب ليه، وقد عرفت هذه الكلمه هذه في اللهجه المغربيه تعديلات بحال السبسي، فكانت تسمى كذلك بالسبسي، وهو غوليون واحد المخدر محلي. وتسمات بهذه السميه ديال السبسي حيت كانت هي الوحيده اللي كانت يسمح لها بالتدخين. اذا كانت هي الوحيده اللي يمكن لها تدخن. وكان كذلك كيتسموا كذلك بداك الجلباب اللي كان تيلبسوا كانت تسمى بالجلابه السبسيه باش يتميزوا على الفرق الاخرى. اذا هذا هو النموذج ديال الجيش ديال احمد المنصور الذهبي. وبهذه الطريقه هذه كما شفنا اللي دار احمد المنصور الذهبي مشاو جميع
الحكام ديال السعديين اللي جاو من بعده حتى دخلوا العلويين، وبالضبط في العهد ديال مولاي اسماعيل فهو اللي كون واحد الجيش اخر، ولكن تقريبا حافظ على نفس الطريقه اللي كان داير السلف ديالو احمد المنصور الذهبي السعدي. والاكثر من ذلك فهو اي مولاي اسماعيل فاستفد من السجلات ديال المجندين اللي وفرتها ليه او اللي كانت تتوفر في الارشيفات ديال السعديين، وبدا وشرع في الانشاء ديال واحد الجيش الصحراوي، وكانوا الاعضاء ديالو او العناصر ديالو كانوا معروفين باسم الودايه، وكانوا كيستقروا بالضواحي ديال فاس، وهو الجيش اللي شكل النواه اللي كان الجيش اللي غادي تعرف من بعد بالجيش ديال الجيش. اذا الجيش هذا فهو كان تتكون من الصحراويين اللي كانوا معروفين بالودايه، واذا وتطوروا تشكلوا او شكلوا النواه ديال ما يسمى بالجيش. والقبائل ديال الجيش هي قبائل عربيه اللسان بدون استثناء، اذا كاملون كانوا عربي اللسان. ومن بعد بدا تيوسع في هذا الفرقه ديالو، وبدا تيجند افراد من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وسكان الواحات. اذا مشى جاب الجيش من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعني مالي بوركينا فاسو النيجر، وكذلك من السكان ديال الواحات، وطلق على هاد الجنود هادو اسم البخاري. اذا سماهم بالبخاري لانهم ادوا اليمين الولاء على مجموعه من الاحاديث النبويه اللي مجموعه عند البخاري او في الصحيح ديال البخاري، وتسموا هادو بعبيد البخاري او جيش البخاري. وهذا الجيش هذا وهذه الفرقه هذه ديال البخاري فكانت تدعم السلاطين، وكانت وصلت لواحد الدرجه انها يمكن لها تعزل السلاطين، وكون لعبوا ادوار كبيره ومهمه في الاداره او الاداره المخزنيه. ابرز من هاد البخارى هادو شخصيات مخزنيه عديده، الاشهر ديالهم احمد بن موسى المعروف بأحمد. اذا هذا احمد بن موسى المعروف بأحمد فكان واحد او من سليل ديال هاد النخبه هذه او هاد الفرقه هذه ديال عبيد البخاري. وكان تيشغل هذا بوحمد او احمد بن موسى كان تيشغل المنصب ديال الصدر الاعظم في عهد السلطان مولاي عبد العزيز. واستقر الجيش ديال البخاري في مدينه مكناس اللي اختارها المولى اسماعيل العاصمه ديالو، حيت كنعرفوا بان مكناس فاسسها المولى اسماعيل واتخذها العاصمه للملك ديالو. واستقر الجيش ديال الودايه في مدينه فاس. اذا الجيش ديال الودايه اللي قلنا قبيله الجيش فبقى في فاس، وهاد العبيد هادو ديال البخاري اللي جاوا من جنوب الصحراء فاستقروا في المدينه ديال مكناس. كما قلنا اذا استقر الجيش ديال الودايه في مدينه فاس، وهو اللي كان خدام تقريبا كجيش سلطاني سلطاني ديال المولى عبد الله. وعلاش؟ اعتبار الانتماء ديال الوالده ديالو خناته بنت بكار للصحراء، اذا كانت الوالده ديالو من الصحراء، وكذلك كانت الرغبه ديالهم باش يحدثوا واحد التوازن مع البخارى. وكانت كذلك ما نساوش كاينه قبائل شراكه كما قلنا اللي كانت في العهد ديال احمد المنصور الذهبي، واللي برزات بشكل خاص كاينه قبيله ولاد جمعه اللي قدم الافراد ديالها جاوا من الشرق وتحديدا من جنوب وهران، واستقروا في الضواحي ديال فاس ولعبوا دور محوري في الحفاظ على النظام داخل المدينه ديال فاس او العاصمه على عهد المولى الحسن الاول. وتطالعوا وكانوا تلعبوا واحد الدور سياسي على اعتبار انتساب الام السلطان الى قبيله ولاد جمعه، غير انهم غادي يفقدوا هذا الدور ديالهم وهذه الميزه من بعد الوفاه ديال السلطان الحسن الاول. وتقتلوا القاده ديالهم من طرف بوحماد المنحدر من قبائل بخارى. وفيما يخص القبائل ديال الشرارده فاستقروا في الضواحي ديال مدينه مراكش قبل ما يتم ترحيلهم في اتجاه الغرب بعد الانتفاضه اللي وقعت على عهد السلطه اللي وقعت في عهد السلطان مولاي سليمان. وما عمرهم ما كاينش شي مصادر اللي كيبينوا بانهم لعبوا شي دور سياسي او اداري فبحال باقي القبائل الاخرى. بالاضافه لهذه الفرق اللي قلنا فكان المخزن تيلجا بين الحين والاخر للقبائل باش يزودوه بالفرسان المسلحين باش يقوم بالعمليات حفظ النظام
ومرافقه السلطان في المحله، وذلك هادشي اللي كان تيطلق عليه في الدارجه بالنايبه. وبعد هزيمه المغرب في معركه إسلي سنه 1844 امام الفرنسيين، درك او عرف السلطان المولى عبد الرحمن ثم الابن ديالو محمد ضروره اعاده النظر في الجيش المغربي. اذا خاصو يبدلوا شويه من هذا الجيش وتاسيس جيش وطني مشكل من القبائل ومنظم بشكل عصري. اذا فكروا باش يديروا واحد الجيش من القبائل ويكون منظم بطريقه عصريه، وطلق عليه اسم العسكر اللي تميز على الجيش. اذا ولا عندنا العسكر ثم الجيش ثم باش يتميز على او الجيش عفوا اللي كان قديم. وفي هذا الاطار فتوجهات الدعوه في المرحله الاولى للمدربين الاتراك، جابوا مدربين اتراك اللي يدربوا هذا الجيش هذا. وبينما الحسن الاول فقام بتوجيه الدعوه الى مدربين فرنسيين وايطاليين وانجليز امام باش يقضي شويه ويخفف من داك التاثير العثماني. واقتبس المغرب عدد من المصطلحات عثمانيه بحال الباشا، بقباشي، الشاويش، طوبجي. بينما ديك التراتبيه العسكريه فكانت جد موجزه، فقد كاين قيد 100 يشرف على مجموعه تضم 100 ضابط. اذا كان قيد 100 تيشرف على مجموعه كتضم 100 ضابط. وفي مرتبه اعلى منه كان قيد الرحى يقود 5 قياد 100. اذا قيد 100 تيكون تحته 100، وقيد الرحى تيكون تحت منه 5 ديال قياد 100. اما 100 ضابط بينما كان قيد المحله يتربع على قمه الجيش المخزني. اذا قيد المحله هو الفوقاني كاع، فوق من قائد الرحى. وقائد الرحى كان كيكون فوق قياد 100 اللي كانوا بظهورهم فوق من الضباط. وكان تيساعد هذا قيد المحله عفوا، فكان تيساعدوا قيد الطوبجيه اللي كانوا كيرافقوا السلطان في التنقلات ديالو بالموازاه مع هذه البنيه عفوا. فكان العسكر كيضم المساحين والمهندسين، يعني دوك اللي كيسبقوا المهندسين اللي كينظموا الخطط وغيرها، اللي كان الدور ديالهم كينحصر في رسم مسار حركه السلطان والتنقلات ديالو. اذا كانوا هما اللي كيخططوا وكيحددوا المسار ديال التنقلات ديال السلطان. ولكن بعد فرض الحمايه الفرنسيه انتهى جيش الجيش في غياب نسيان اذا مشى، والعسكر حتى هو ما بقى عنده حتى شي دور. وبما علاش حيت سلطات الحمايه اصبحت تتحكم في جميع العمليات ديال الدفاع عن الحدود وفي وظائف الشرطه داخل المدن، وهكذا تحول الجيش والعسكر الى حرس سلطاني. ديال الجيش والعسكر فولاو غير حرس سلطاني بدور محدود جدا، محافظ فقط على الزي ديال المستلهم من الجيش العثماني، كما حافظ ايضا على الموسيقى العسكريه. وبالاستقلال اصبح تيحمل الاسم ديال الحرس الملكي. اذا هذا الجيش وكما قلنا الجيش والعسكر فبعد الاستقلال تحولوا الى ما يسمى بالحرس الملكي. وبعد الاستقلال تم انشاء الجيش الملكي المغربي اللي كان الثاني اول الجنرالات ديالو، وحنا كنعرفوه باقي مستمر الى يومنا هذا، واللي كيحمي الحدود ديال المملكه المغربيه وكيدافع على كل شبر من هذه الارض، هذه الارض المغربيه المقدسه والكريمه والعظيمه. اذا شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، في هذا الموضوع هذا ديال اصل او اصول الجيش المغربي. وكنتمنى ان نكون فدتكم، واخا كان شويه ديال الارتباك في الاداء وفي الالقاء، ولكن كاينين معلومات مهمه جدا يمكن لكم تستافدوا منهم في هذا الموضوع هذا. وبالنسبه للمصادر غادي تلقاوهم في الصندوق ديال الوصف. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش تابوناو في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وديروا اللايك باش يوصل اكبر عدد ديال الناس.